السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو بناء على التعليقات بتاعت كل الناس اللي مشتركة عندي ومتابعيني، وانا زي ما عودتكم ان انا اي حد بيطلب مني حاجة بنزلها له على طول. في ناس كلمتني كتير وفي ناس شخصية يعني اصحاب ليا كلموني بيقولوا لي يا شيف احنا عندنا مناسبة، اللي عنده خطوبة، اللي عنده اسبوع، اللي عنده فرح، اللي عنده عزومة، في كل الاماكن دي حاجات زي كده يعني وعيد ميلاد. ففي ناس بتسالني بتقول لي يا شيف احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجات من دي من البيت عشان الاسعار بره بقت نار في المطاعم، فعايزين نعمل ايه على قد ما نقدر العزومات دي ما تكلفناش. فقالوا لي نعمل ايه في البيت؟ فدلوقتي يا جماعه انا جايب لكم شويه حاجات كده هتلاقوها في السوق رخيصه وهتنجز معاكم في الفلوس وهتبقى سعرها هادي شويه على قدكم، يعني اي حد هيعرف يعمل الكلام ده. اول حاجه هنوريها لكم اللي هي مثلا تتبيله الفراخ زي دي، زي ما دي زي اللي انتم شايفينها كده، دي سعرها رخيصه وممكن تجيب ب 20 جنيه تكفي 5 كيلو فراخ بانيه في البيت. تمام؟ ده هتلاقي عند اي عطار موجوده. برضه هقول لك برضه نوع الدي اللي انتم شايفينه ده، ده الثلاثه دول زي ما انتم شايفينه كده، اي نوع منهم هتلاقيه عند العطار وسعره هادي. احنا الدي دلوقتي رفعوا كيلو ونص ب 20 جنيه، فده مش هتلاقيه اكتر من 12 13 جنيه. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هنرجع مثلا لصوص الشيدر ده، بدل الاولاني اللي هو كان غالي لقينا بديل ليه. وحاجه على فكره الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي عن تجربه، يعني انا مش بقولها كده، دي عن تجربه. الصوص الشيدر ده زي ما انتم شايفينه كده. وبرده ما ننساش برده توابل البطاطس، برده دي اللي انتم شايفينها توابل البطاطس دي سعرها هادي معاكم، فهتلاقوها برده عند اي عطار هتلاقوها بسعر رخيص وهادي وهيمشي معاكم. برده ما ننساش برده الشوكولاتات، طبعا كل الناس بتقول لي يا شيف الشوكولاته دلوقتي بقت عاليه. الشوكولاته مثلا زي دي وبرده زي دي، الاثنين دول يا جماعه نفس التيست بتاع النوتيلا. النوتيلا بالظبط، يعني لو جيت حد اكلتها له من غير ما يشوف العلبه دي اسمها ايه هيقول لك دي نوتيلا. دي معايا؟ فانا كده جبت لكم الحاجات دي هتلاقوها في اي حته وسعرها هادي ومش هتكلفكم كتير. نرجع بقى اقول لو انت عايز حابب بانيه مصنع او ستريبس مصنع بدل ما تتعب نفسك في البيت وبسعر هادي، يعني بعيد عن الاطياب وبعيد عن جديده وبعيد عن الناس دي، ففي حاجه اقول لك عليها زي شركه الوطنيه. الوطنيه دي اللي هو مجمع الاستهلاكيه بتاع الجيش، فاي جمعيه هتلاقي فيه البانيه والستريبس اللي انا بحكي لك عليه ده واللي هتشوفه في الصوره ده زي الستريبس ده، وبرده نرجع نقول زي البانيه ده، فهتلاقيه عنده بسعر رخيص قوي وطعم جميل. مش حاجه اي كلام عشان سعرها رخيص، لا ده فعلا سعرها حلو وطعمها كويس وعن تجربه يا جماعه، عن تجربه معايا. وبرضه يعني لو في حد عنده استفسار في اي حاجه تاني يقولها لي وانا انزل له فيديو مخصوص واقولها له، يعني دي مش عيب. فانا حبيت اقدم الفيديو ده للناس اللي معاها اي عزومه، اي خطوبه، اي عيد ميلاد، يعني ايه اي حاجه من دول، فهتحتاج الفيديو ده اكيد ليك انت معايا. فكده عايز تعمل حاجه في البيت، شرحت لك الاول التوابل ونوع الدقيق والكلام من ده زي ما انتم شفتوا. وبرضه هنرجع تاني ونقول لو عايز بانيه مصنع عند ستريبس مصنع زي ما قلت لكم ده ايه في الصوره برضه اللي هو الوطنيه معايا. وبالنسبه قبل ما اختم الفيديو بتاعي، في حد معايا عندي صديق بينظم حفلات وبينظم اعياد ميلاد وبينظم عزومات وبيظبط يعني الخطوبه والكلام من ده، بيعمل لك ستايل حلو، تفهمني ستايل حلو كويس وبرضه اسعاره هاديه وجميله. زي ما انتم كده شايفين في الفيديو معانا، يعني ده يعني صفحه كويسه وبتعمل يعني حاجات كده بتبسطك وتفرحك باسعار بسيطه ومناسبه. انا يا جماعه مش بعمل اعلان ولا حاجه، بس انا بمناسبه ان انا نزلت عن الاكل وحاجات رخيصه في الاكل، فانا حبيت انزل ايه الصفحه دي عشان خاطر الصفحه دي بتعمل كل حاجه انت تتخيلها في عزومه او خطوبه او عيد ميلاد او اي مناسبه عندك، بيظبط لك الدنيا ويعمل لك حاجات حلوه. والناس بتعمل الحاجه دي بالحب وبتعملها حاجه كويسه، يعني بتخليك قاعد في مكان كأنك 5 نجوم معنى صح. نص الكلام زي ما انتم شايفين كده في الفيديو معانا، يعني صفحه من الاكل. وبرضه هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعت اعياد الميلاد دي والمناسبات، هسيبها لكم في صندوق الوصف، اللينك بتاع الانستجرام وبتاع الفيسبوك. خشوا شوفوا اللي انتم عايزينه وان شاء الله يا رب تكون تعجبكم. وان شاء الله كده يا فندم تكون ايه خلصنا الفيديو معاكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، وانا تحت امركم في اي حاجه.